نحن نرحب بكم في السانتولوجيا، لا نتوقع منك سوى مساعدتك في تحقيق أهدافك ومساعدة الآخرين. نتوقع أن تساعدنا أنت كذلك. هذه العبارة قد تسمعها من أناس في أحد شوارع الغرب يجذبونك بها ليدخلوك إلى مبنى جميل حديث الطراز، وتسمع بكلمة السانتولوجيا تظن أنها علم من العلوم، لوجيا مثل بيولوجيا، ميثولوجيا، ما شابه ذلك، وتوقع على أوراق مبارك عليك. أنت الآن تدين بدين غير دين الإسلام، اسمه دين السانتولوجيا. يا قوم اتبعوا المرسلين. السانتولوجيا كما عرفها أهلها هي ديانة جديدة تستلهم من التقاليد الدينية القديمة، إلا أنها طورت تقنية عملية يمكن تطبيقها لمساعدة الناس على تحقيق وجود أكثر سعادة وأكثر روحانية، أكثر روحانية من الدين، وهي شيء يمارس وليس شيئا يؤمن به. دين ممارسات لا دين إيمان، شبيهة بمحاولات بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يلغون العقيدة من الدين ليصبح الدين عبارة عن طقوس تمارس في المسجد وما شابه ذلك. هؤلاء عندهم يعترفون بها بصراحة، دينهم ليس شيء يؤمن به وإنما ممارسة. هذه الديانة الغريبة ظهرت في منتصف القرن العشرين في عام 1952، أسسها كاتب وفيلسوف أمريكي اسمه لافاييت رونالد، ومختصر الأمر أنه عبارة عن مدرب من مدربي التنمية البشرية، مدرب طاقة مثل إبراهيم الفقي وأحمد عمارة وهؤلاء. لكن هذا الرجل كان عنده فكرة إبداعية، أسس دينا، وطبعا عندما يقول هذا دين فسيستطيع أن يلف الناس حوله بشكل أكبر ويجعل الناس تنتمي إلى فكرته بشكل أكبر، وأسس لدينه هذا كنائس. فسنتكلم عنها، نتكلم عن الاسم، عن كنائسهم، بماذا يؤمنون إن كان عندهم إيمان، وما هي ممارساتهم، وإلى ماذا يريدون أن يصلوا. وبالنهاية أكيد لن نحتاج أن نناقش مبدأ هل هي دين حق ولا ليس دين حق، لأن أساسا هو مصدره بشري وهم معترفون بذلك، وكل مسلم يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهم أساسا لا يقولون عندهم نبي. يعني لا يوجد داعي لمناقشة بطلان هذا الدين. ما معنى سانتولوجيا؟ اسم سانتولوجيا مشتق من كلمتين إغريقيتين، سان التي تعني معرفة، ولوجوس التي تعني الدراسة، فتصير معرفة الدراسة، هكذا قالوها بالإنجليزي knowing how to know، knowing how to know، معرفة كيف تعرف، وعربوها إلى العلمولوجيا. أما عن تاريخ هذه الديانة، مع أنه ما لهم تاريخ، يعني أساسا جدي رحمة الله عليه يمكن أكبر من دينهم، لكن على العموم كيف نشأت؟ يعني في عام 1923 بدأ هافارد دراسته حول العقل والروح، وكتب مخطوطة، يعني نسخة كتاب مخطوطة سماها إكسكاليبور، ويعني كتبها في عام 1938. وفي هذا الكتاب المخطوط ذكر كلمة سانتولوجي وجعله مصطلحا يشير من خلاله إلى دراسة كيفية معرفة العلم، يحسسك أنه مسألة عميقة ولكن هي لا عميقة ولا شيء. لكن على العموم هذا بحثه الذي لم ينشر أساسا، وهو لم ينشره لأنه طرح المشكلة لكنه لم يطرح لها علاج، ثم طور هذه الفكرة وأضاف إليها فكرة علاجية وسماها ديانيتكس، وهذه هي التي تعالج المشاكل المعرفية والروحانية عند الناس. وهذا طوره في عام 1947 ونشره في عام 1950. لما نشره لاقى إقبالا كبيرا جدا من الأمريكيين. ما هي الديانتكس؟ يقول مؤلفها هي العلم الحديث للصحة العقلية. تتركز فكرة هذا الديانتكس حول الذكريات السلبية، أنها هي العائق أمام تقدم الحياة، فنحن علينا أن ننظف هذه الذكريات وأن نحسن من خلال ذلك نمط حياتنا. طبعا لما انتشر هذا الكتاب بشكل كبير جدا وأعجب الناس بفكرته، بدأ عام 1952 بتأسيس
السانتولوجيا، وأقام لها كنيسة في لوس أنجلوس عام 1954 في 18 فبراير. طيب نحن حتى الآن ما عرفنا المؤسس. المؤسس هو رون هابارد، ولد عام 1911 وكان في البداية يعني كاتب وفيلسوف، وأسس هذه الديانة ولم يعتبر نبيا بحسب المفهوم الديني لكلمة نبي، أنه الذي يأتيه النبأ من السماء يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى أو من الإله، إن عممنا كلمة نبي حتى على مدعي النبوة، فهو من المفترض أنه يتلقى وحيا من الإله. لكن أتباع السانتولوجيا يرونه مؤسس ومعلم روحي قام بتقديم معرفة وتجارب شخصية تحسن هذه الحياة البشرية، فإذا هو مؤسس. مع ذلك ما أدري. بالنسبة لمعتقداته، تركز السانتولوجيا على مبدأ أن الإنسان كائن روحي، الروح هي الأساس عند الإنسان، وهذا الكائن الروحي يتمتع بقدرات كبيرة تتجاوز بكثير ما نتخيله نحن، فهو قادر على حل جميع المشكلات وقادر على الحصول على السعادة الدائمة، هذا المصطلح الذي يروج له مدربو الطاقة كثيرا. وكذلك هو قادر على تحقيق حالات جديدة من الوعي ليست اعتيادية. ويقولون الهدف من السانتولوجيا هو بناء عالم خال من العنف، خال من الظلم، يتمتع الجميع فيه بالحرية والمساواة. وحاولوا أن يكتبوا لأنفسهم عقيدة، كل عقيدتهم تتركز حول أمور مثل: الناس متساوون مهما كانت أعراقهم، للناس حق في عدم التدخل في خصوصياتهم، الناس من المفترض أنهم جيدون. فالواقع أن هذا الدين هو دين إنسانوي بالدرجة الأولى، لا يركز على مفاهيم الألوهية، وإنما يركز على المفاهيم البشرية، لا يركز على مفاهيم تعبد للإله، وإنما مسائل بشرية خاصة. وقد يستغرب الإنسان إذا نظر إلى شعارهم ليجد أنه صليب، فيظن أنهم فرقة من فرق النصارى، حتى مبانيهم تسمى كنيسة، لكن هم بالنسبة لهم الكنيسة هذه الكلمة لا تعبر فقط عن بيوت عبادة النصارى. يقولون أصل كلمة كنيسة هي التجمع لأناس يؤمنون بشيء مشترك ويمارسون نظاما مشتركا، ولهذا سموا مبانيهم كنيسة. بالنسبة للإله هم ليس عندهم شيء واضح حول الإله والآخرة وكيف بدأ الخلق، ولهذا يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا يسمون أنفسهم دينا؟ طبعا الجواب كما قدمنا سابقا مجرد نوع من الحرص على الانتماء الناسي، انتماء شديدا إلى فكرتهم. لكن هم يجيبون على هذا السؤال: لماذا تسمون ما عندكم تسمونه دينا؟ يجيبون يقولون الدين هو ما توافرت فيه 3 شروط: الإيمان بوجود واقع لا نهائي يتجاوز الواقع الدنيوي، مبدأ جهمي. الثاني ممارسات دينية موجهة نحو فهم أو تحقيق هذا الواقع اللانهائي. الثالث وجود جماعة من المؤمنين يتحدون معا للسعي وراء هذا اللانهائي. الواقع أنهم يفتقدون إلى أهم عناصر الدين، وهي أولا أن يعرفوا إلههم، وثانيا أن يكون مصدر هذا الدين من عند هذا الإله، وأن يكون هناك تفسير واضح لمنشأ الحياة وسبب الخلق، لماذا بدأ هذا الخلق وإلى أين المنتهى بعد الموت. هم فاقدين لعناصر الدين ثم بعد ذلك يقولون عن أنفسهم دين. مفهوم الإله عندهم، هم يعبرون عن الإله بكلمة اللانهائية، وهم يسعون للعيش كلانهائيين أي كآلهة، مثل الفكرة التي يقدمها أحمد عمارة وغيره، وهي فكرة بوذية هندوسية أساسا. ولهذا هم يقولون فكرة الإله بالنسبة لهم لا يمكن لكل أحد أن يفهمها، هي فكرة عميقة جدا. وعندهم شيء يسمونه ديناميكيات 8، هذه هي التي تعتبر أصول الدين عندهم، وهي على الترتيب. إذا لم تصل إلى الديناميكية السابعة لن تفهم الثامنة جيدا، والثامنة هي الإله. تعال وصل للسابعة إذا قدرت توصل، لن تصل إن شاء الله، يعني نحن مسلمون لن ندخل فيها، لكن أنا أقصد ما الذي سيصل للسابعة أساسا. الديناميك الأول هو الذات، السعي للبقاء كفرد وتحقيق أعلى مستوى من البقاء لأطول فترة ممكنة. الديناميك الثاني الإبداع، وهو صنع الأشياء للمستقبل، بما في ذلك العائلة وتربية الأطفال، هذا للمستقبل. الديناميك الثالث
بقاء المجموعة، معنى ذلك السعي للبقاء من خلال مجموعة من الأفراد، أهل دينك، أهل بلدك، أيا كان. الديناميك الرابع الأنواع، وهو السعي للبقاء كجنس بشري، يعني ليس فقط مجموعتك، لا، الجنس البشري يجب أن تسعى لاستدامته. الديناميك الخامس أشكال الحياة، وهو السعي للبقاء ككائن حي. الديناميك السادس هو الكون الفيزيائي، السعي للبقاء من خلال العالم الفيزيائي. الديناميك السابع هو الديناميك الروحي، السعي للبقاء ككائن روحي. بقى ارتقي لكائن روحي إذا بدك ترتقي، إذا كنت تستطيع أن ترتقي بعد ما تسعى للبقاء. بقى الديناميك الثامن هو الوجود اللانهائي، هو أن تتحد مع الإله. عرفت كيف؟ نعوذ بالله طبعا. الآن نأتي إلى الصليب. لماذا شعارهم صليب؟ فسروا كنيسة بطريقتهم. طيب الصليب قالوا عن شعارهم هو ليس صليبا، هو أساسا الصليب صاحب الرؤوس الثمانية، لكن أنت ما انتبهت أنه في 8 رؤوس، وهذه الرؤوس الثمانية تمثل الديناميكيات الثمانية، ولهذا نحن شرحنا الديناميكيات قبل ما نشرح معنى الصليب، ولا من المفترض أن نشرح الصليب بعد الكنيسة. ثم هم قالوا أساسا الصليب موجود قبل المسيحية، وليس يعبر عن المسيحية تحديدا، فيقولون لم نقلد المسيحية أساسا. الواقع أن استخدامهم لكلمة كنيسة ولشعار الصليب هو نوع من تأليف قلوب النصارى واستقطاب النصارى إلى دينهم، بس هذا واقع لا يمكن أن ينفكوا عنه مهما برروا. طيب الآن هل عندهم شيء اسمه كتاب مقدس؟ قالوا كل ما كتبه مؤسس دينهم مقدس، بشرط أن يكون يعني يتعلق بموضوع السانتولوجيا. خلينا ننتقل للطقوس بقى. الطقوس، طقوس السانتولوجيا تعتمد على استخدام تقنيات خاصة مثل تمارين التحرر العقلي والتنمية الروحية، وتشجيع أتباع الحركة على الانخراط في هذه الطقوس لتحسين نوعية حياتهم والتحرر من العقبات النفسية. ترى أنا هذا الكلام مو من عندي، هذا الكلام من كلامهم هم، أنا قرأت كلامهم وأترجمه لكم. وإن وجدتم أن هذا الكلام هم ما أعطاني شيء، يعني كلام فضفاض، هذا هوائي منفوخ كالبالون، لا يحوي معنى حقيقي. نعم، هو الذي ينشر هذه الأفكار وهذه المبادئ لابد أن يعطيك هذا النوع من الكلام مشان أنت تشعر أنك ما فهمت هذا الكلام، وأنه هذا الكلام عميق جدا مشان تنخرط معهم، مشان توصل للديناميكية السابعة بس. وطبعا من أراد الانضمام إلى هذه الطائفة فعنده 20 مبدأ وجب أن يلتزم بها، سأذكر بعضها. الأول المساعدة في تنظيف وحماية مجال الصحة العقلية، ومن المبادئ تبني سياسة المساواة في العدالة للجميع، ومن أعجب هذه المبادئ دعم حرية الدين. طب مو أنتم دين. ومن مبادئهم زيادة عدد وقوة السانتولوجيا في جميع أنحاء العالم، وسائر يعني هذه المبادئ 20 أمور عامة هكذا يعني. كذلك في عندهم شيء اسمه ميثاق الشرف من 15 بندا. من هذه البنود، طبعا لابد للداخل في دينه أن يقبل بهذا الميثاق. من هذه البنود: لا تتصل بأحد ولا تتلقى أي اتصال إلا إذا كنت ترغب في ذلك. لا تخف أبدا من إيذاء شخص آخر لسبب عادل. لا ترغب في أن تحظى بالإعجاب. كن مستشارا لنفسك واحتفظ بمشورتك واختر قراراتك بنفسك، وسر على هذا النحو. آخر شيء، ما أهدافهم؟ يقولون الهدف من السانتولوجيا كما قال مؤسسها بنفسه هو بناء حضارة خالية من الجنون والجريمة والحرب، حيث يمكن للجميع أن يزدهروا بغض النظر عن قدراتهم ومعتقداتهم. طبعا هذه الفكرة التي يسمونها دينا لها مراكز موزعة حول العالم، ومن ينتمي إليهم يذهب ويتلقى التدريبات في هذه المراكز أو الكنائس، وشارك في فعاليات عامة وندوات وما شابه ذلك. وهم يزعمون أن عدد معتنقي هذه الديانة 12 مليونا، والواقع أنهم ينسبون أناسا لديانتهم وهم لا يريدون ولا يعرفون ما هي هذه الديانة أساسا. كما رأينا في عدد من الفيديوهات يدخلون الناس إلى مقرهم ويقولون وقع على أوراق في يعني أنك ستساهم في التطوير الروحي وما شابه ذلك، وقع خلاص أنت تنسبت لهم. فعندهم أناس تنسبوا لهم
لا يحفظون كلمة السانتولوجيا ما هي، يعني لا يعرفون كيف يقولونها أساسا. فقد يكون هذا الرقم مبالغ فيه جدا، ولكن إن كان فعلا يعني على أوراق في ناس وقعت وهي مو فاهمة شيء فممكن يعني، ومع ذلك يعتبر رقم كبير أكبر من الواقع. ومن العجيب أن هذه الديانة قد انضم إليها عدد من المشاهير مثل توم كروز وغيره. وهذا ما نختم به، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم اتبعوا المرسلين.